احذر من هذا الغش الذي قتل ابنته التي تبلغ من العمر 3 سنوات. شاهد واحذر من ذلك. كن أنت تزداد جمالا. نشر رجل فيديو يوضح هذا الغش والاحتيال الذي قتل ابنته التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وقال: إذا كنت تفكر بشراء أثاث جديد أو مستعمل فانتبه جيدا، فهذا قد يكلفك حياتك. وهذا الرجل اسمه ألكسندر، عمره 35 سنة، خسر ابنته بسبب شراء فرشة تخت مستعملة من سيارة تبيع الأثاث الجديد والمستعمل، كان قد رآها عندما كان يعمل في حديقة المنزل. وعندما شاهد هذا الأثاث وجد فرشة تخت تبدو جديدة، فقرر شراء واحدة لبناته. وبالفعل اشترى واحدة، ولكن في الليلة الثالثة بدأ أطفاله يشكون من عدم الراحة من النوم على الفراش، وظهر عليهم حبوب صغيرة على رؤوسهم وظهرهم، وفجأة أصيبت طفلته الصغيرة بحمى وارتفعت حرارتها بشكل كبير، وبسرعة نقلها الأب إلى المستشفى، وللأسف ماتت هذه الطفلة وتوقف قلبها. أظهرت التقارير الطبية أن الفتاة ماتت من مرض سببه الكائنات الحية الدقيقة مثل الجراد والبراغيث، فتفاجأ الأب وقال بأنه لا يوجد لديهم أي حيوانات أليفة في المنزل ولا أوساخ، فمن أين أتى هذا الشيء لطفلتي؟ بدأ الأب بالبحث في كل مكان في المنزل لكي يعرف السبب، ولكي يعرف أين توجد هذه الكائنات، ولكنه تذكر بأنه أحضر فرشة جديدة لسرير ابنته، فتفحصها فوجد قطعة قماش سوداء تغطيها، فقام بتمزيقها فوجد فرشة أخرى بداخلها، فاكتشف أنها لم تكن فرشة جديدة بل إنها مستعملة وقد تمت إعادة تجديدها. وعندما تم فتحها اكتشف أنها مليئة بالحشرات والكائنات الحية والجرذان. يبدو أن هؤلاء التجار أصبحوا يستخدمون هذه الطريقة في الغش، وهو أن يقوموا بتجديد الفرشاة والأثاث القديم ويبيعوه على أنه جديد. عندما نشاهد فرشة جديدة لا يخطر على بالنا أنه قد يكون فقط القماش الخارجي هو الجديد، وما بداخلها لا نعلم ما هو. يجب أن ننتبه إلى هذا الشيء حتى لا يقع أي منا أو من أقاربنا في نفس هذه المشكلة. شارك هذا الفيديو مع الجميع حتى ينتبهوا إلى هذه الطرق الجديدة في الغش.